السلام عليكم. معكم نور القاضي، مطبخ نور القاضي. النهارده هعمل معاكم المكرونه الوايت صوص. المكرونه دي محبه لابني ومحبه لجوزي جدا، فانا حبيتها على حبهم والله ليها. جربوها وهم بيحبوا طريقتي فيها، فقولوا انتوا بقى رايكم فيها. هنجيب بقى حله، هحط فيها معلقه من السمنه ومعلقه من الزبده، او معلقتين من السمنه او معلقتين من الزبده حسب اللي عندك. ما عندكيش خالص حطي بالزيت، بس السمنه او الزبده بيديها طعم يعني قيمه غذائيه وسمك كده حلو. مش عارفه اوصف لكم الصراحه، بس هو بتديها طعم حلو، وبالذات كمان الزبده. حطيت مكعب من المرقه، خليته يدوب كده فيها. هنزل بقى، لو انتي هتحطي بالذات في المكرونه الوايت صوص هتحطي معلقتين من الدقيق، هتحطي قبالهم 3 معالق من الدهان اللي انتي هتحطيه. الماده الدهنيه تبقى 3 معالق او 4 معالق كمان، يعني ضعف. تمام. وهتخليها سايله كده، شبه سمك السمك بتاع الكريب، الصوص اللي انتي بتعمليه بالكريب. بعد كده رشة من الفلفل الأسمر، رشة من جوز الطيب. هننزل بقى باللبن، واحط كده مكعبات من الجبنة المثلثات او الكيري اللي عندك. حطيت ربع كوباية من الكريمة اللباني، او كريم، او عندك كريمة من السوري، كريمة الطبخ براحتك. وهتقلبي كده كويس قوي. ممكن تشوحي لها شويه مع يعني مشروم مع فراخ مع شويه من البصل وتوم وكده، وتشوحيهم بره وتضيفيهم على الصوص. بيبقى خطير طبعا. المكرونه الوايت صوص بالمشروم او الفراخ بتبقى خطيره، بس انا عاملاها ساده النهارده عشان ابني. واول ما الصوص كده يتقل شويه، هو مبيبقاش تقيل قوي، بيبقى خفيف شويه كده. حطيت معلقه كمان من القشطه عشان يعني نتقل كده القيمه الغذائيه اللي فيها. دي قشطه بلدي. وحطيت المكرونه، هسيبها كده تاخد معاها غلوه كده بسيطه عشان تشرب قوي من الصوص. وقدموها بقى بألف هنا وشفا، مع قطع من الستريبس، قطع من البانيه، قطع من الفراخ المشوية سادة ما فيهاش جنبها أي حاجة. هتحبوها قوي، وبالذات لو اتقدمت سخنة. جربوها وقولولي. وأهم حاجة ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس واللي مشاركة في القناة، عشان أقدم لكم كل جديد وتشوفوا يوصل لكم كل جديد.